انتوا عارفين طبعا ان احنا بنقدر نعمل تقشير منزلي في البيت، او يعني بيبقى حاجة زي سكراب خفيف كده او ماسك نحطه على الوش. طبعا من ضمنهم القهوة، وهي ليها فوائد كبيرة قوي، بتشيل الجلد الميت وبتشيل تصبغات، وبنعمل بعدهم ترطيب للبشرة. حتى لو السكراب ده في البيت مرة في الأسبوع لازم نحط ترطيب للبشرة. ونقدر بنعمل قهوة مع عسل، بس ناخد بالنا ان العسل ده بيسبب حساسية لبشرات كتير، ففي بشرات بتحسس من العسل، فلازم تعمل اختبار الأول قبل ما تعمل ماسك القهوة بالعسل. ممكن نستخدم القهوة مع حاجات تانية كتير، ممكن قهوة بزبادي، ممكن قهوة بليمون، قهوة بسكر. في ماسك برضو أو سكراب معنى أصح عبارة عن طماطم بسكر. طماطم بسكر ده بيبقى فيجورس قوي، فهو مناسب أكتر للبشرة الدهنية أو اللي فيها حبوب، ما ينفعش خالص لبشرة جافة أو بشرة حساسة. وهكذا الليمون، ناس كتيرة بتعمل سكراب بالليمون والسكر. الليمون فيه سيتريك أسيد والسكر فيه أسكوربيك أسيد، ودي أحماض برضو قوية جدا ما تنفعش البشرة جافة أو حساسة، لكن مناسبة جدا لبشرة فيها حبوب أو بشرة دهنية، بيبقى ممتاز ليها. وفي ماسكات تانية كتير أو أقنعة بمعنى أصح تانية كتير أوي، زي الأسبرين. برضو ممكن أطحن قرص الأسبرين وأعمله مع زبادي، ده برضو مناسب للبشرة الدهنية. البيكربوناتو أقدر برضو أحطها مع الزبادي، وبرضو ده مناسب للبشرة الدهنية. تمام، يبقى البيكربوناتو بيكربوناتو مع زبادي، طماطم والسكر، الأسبرين مع زبادي، والسكر والليمون. بس أعمل اختبار حساسية الأول عشان خاطر ما يحصلش تحسس للبشرة أو تهيج. تمام. في ماسكات تانية كتير برضو زي بياض البيض. بياض البيض ده ماسك ممتاز لكل أنواع البشرة، وأقدر أحطه مع القهوة. ماسك الفحم، قناع الفحم ممتاز برضو للبشرة الدهنية. وفي بياض البيض مع ماء البحر، بقدر أجيب ماء البحر ده من ملح البحر اللي هو من الصيدلية، السي سولت. اقدر اجيب ملح البحر من السي سولت، مناسب جدا لكل انواع البشرة مع بياض البيض. خد بالك ما تحطش ماسكات يبقى فيها احماض قوية خالص وتيجي تقشر فتضايق البشرة، بالذات البشرة الجافة او البشرة الحساسة، عشان ما نأذيش البشرة. ولازم بعد اي سكراب لازم نعمل ترطيب كويس للبشرة. في ناس بتستخدم التقشير الكيميائي، بس خد بالك التقشير الكيميائي مش مناسب لكل البشرات، وكمان النسب بتفرق قوي، ومش كلنا اوير بالنسب مظبوطة. حتى دكاترة الجلدية ما نقدرش نجزم ان سلسلك اسيد نسبة قد ايه هي امنة تماما، لان بتختلف من بشرة لبشرة لبشرة. تمام. بالنسبة لماسك القهوة بقدر كمان احطها مع زيت جوز الهند واستخدمها للجسم كسكراب او قناع كده للجسم كله. وكمان بيعالج السلوليت، ساعات بيحطوها مع قرفة، ويخلطوا ساعات قرفة وقرنفل وزيت زيتون مع القهوة. وممكن يحطوا السكر، بس انا بحب اكسكلود السكر، يعني لان السكر زي ما قلنا فيه اسكوربيك اسيد وفي بشرات كتيرة قوي بتتحسس منه. بس في ناس كتير بتحط القهوة مع بياض البيض زي ما قلنا، وده مناسب لكل انواع البشرة. في ناس بتحط، وده ممتاز، قهوة بياض البيض ده ممتاز. في ناس بتحط القهوة مع زيت جوز الهند ومع قرفة ويستخدموه لعلاج السيلوليت ونتائجه هايلة، أو يستخدموه مع زيت الزيتون والقرفة والقرنفل وبرضه نتائجه ممتازة لعلاج السيلوليت. وزي ما قلنا بلاش نستخدم حاجة فيها أحماض أو فيها أسيد للبشرات الجافة أو الحساسة. البشرة الحساسة دي ممكن تبقى جافة أو دهنية، أيا كان نوع البشرة، المهم ما تكونش سنسيتيف. وفي الأفضل إن احنا قبل استخدام أي حاجة نعمل تيست بسيط على إيدينا الأول. يبقى بلاش نستخدم الطماطم مع السكر، بلاش نستخدم الليمون مع السكر، بلاش نستخدم الأسبرين، بلاش نستخدم الماسك بتاع البيكربوناتو مع الزبادي أو الأسبرين مع الزبادي، لأن كل دي حاجات مناسبة للبشرة الدهنية أو بشرة ما تكونش سنسيتيف. تمام.
بالنسبة البشرة الجافة أو السنسيتيف نقدر نستخدم بياض البيض مع زبادي، بياض البيض مع القهوة زي ما قلنا، أو بياض البيض مع ملح البحر، وده أفضل حاجة، مناسب لكل أنواع البشرة، بيديك نتيجة هايلة. لكن البيكربونات لأ، الأسبرين لأ، الليمون لأ، السكر لأ، كل الكلام ده لأ مع البشرة السنسيتيف أو الجافة، يعني بيبقوا فيجرس قوي 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 على البشرة. وخد بالك ان التقشير الآمن هو اللي بيشيل الطبقة الخارجية او الطبقة الاولى او التانية بالكتير من الطبقة الخارجية من الجلد، ان احنا عندنا الابيديرمس اصلا لوحدها 5 طبقات، يعني الطبقة الخارجية في الجلد هي نفسها تتكون من 5 طبقات، فانا بشيل اول او تاني طبقة بالكتير قوي، لكن لو نزلت للتالتة الرابعة الخامسة انا كده ديب قوي، انا كده بعمل تقشير بعمق. التقشير الكيميائي بيوصل كمان للديرمس، الطبقة التانية اللي بعد الابيديرمس، يعني يعدي ال5 طبقات بتوع الطبقة الخارجية ويوصل للطبقة التانية اللي الأوعية الدموية بتبقى موجودة ومتصلة فيها، فممكن يضرنا ويأذينا. وناخد بالنا ان اي تقشير هنعمله في كلينيك او في بيوتي سنتر بيبقى مرة في الشهر، غير السكراب المنزلي بيبقى مرة في الاسبوع، لكن اللي بنعمله في العيادات او في مراكز التجميل بيبقى مرة كل شهر، ولازم بعدها نقعد اسبوع ما نتعرضش للشمس، وان ضروري نستخدم سان بلوك، ولو في علاج للحبوب نوقفه لمدة اسبوعين، ونستخدمش اي كريمات تقشير او احماض لمدة اسبوعين.